أيها الروحاني، عندك أعداء واخدين حقك، الآن هيموتوا، وأخيرا أحداث ستهز عدوك. بقى عندك مناعة من الأسحار. واسمع جيدا يلي وصلت لك الرسالة، وأعلم جيدا إنها وليست بصدفة. وإنت أصلا يلي موجود ودخلت على الفيديو، لو انت من المشتركين في قناة صابرين والطاقات الإيجابية، حياكم الله جميعا، وتعلم جيدا صدق هذه القناة والرسائل ودخلت تستمع، اطمئن، لأن الرسالة هتهدي قلبك. وانت لو جديد ودخلت القناة، اعلم جيدا إنها ليست بصدفة. هتروح معانا في رحلة عميقة من الشفاء والصحوات لمعرفة ما يدور حولك. انت نفسك اللي بتكتشف، بيتم شفائك. وأعلم جيدا جزء كبير من الموجودين في القناة هم أصحاب قنوات أخرى ومرشدين لمن حولهم، وحياكم الله جميعا. وكل الجدد في قناة صابرين والطاقات الإيجابية برحب بيكم. أقول لكم البستان زاد ورود، هنصلي على الحبيب المصطفى ثم نستمع الرسالة. وروحك الآن بتبلغك إيه وإيه اللي محتاج تردده، لأنها قناة شفائية للجميع، وما توفيقي إلا بالله. قناة لتعلم يعني إيه روحاني رباني الحقيقي ومن هم والصفات، وما توفيقي إلا بالله. القناة الأولى اللي ضم أكبر عدد من الزوهرين الحقيقيين المعالجين بمعنى أصح لمن حولهم، فهنا بيتم الشفاء والعلاج. والخبر المذهل إن بيبقى مجانا، وتعلم جيدا أن علاج من التعب الروحي بيكلفك قد إيه. هنا بفضل الله تعالى نور في نور من نور عطاها لينا رب النور، عهود من الله عز وجل، والكثير والكثير. مش هطول شرح في الفيديو لأن الرسالة هتبقى مدتها مش كبيرة، إنما فيها اللي هيريح قلبك وهينزل عليه بالسكينة وهيفهمك الأشياء اللي حواليك بفضل الله تعالى، علشان تستمر في اللي انت ماشي فيه. وهنيئا لك. وفي شوية بعض تحذيرات كده لبعض الموجودين، وما توفيقي إلا بالله. وببشر الجميع إني دايما ببقى متواصلة معاكم من القناة نفسها، بس مباشر مدة كبيرة جدا، وببقى موجودة في الكومنتات تحت أي فيديو بفضل الله تعالى لعلاج الجميع من القناة نفسها. وما عندناش روحانيات بتتسرق، وما توفيقي إلا بالله. أنا كصابرين بعمل على إعادة الاتصال بينك وبين روحك، الاتصال بين الإنسان وروحه من جديد، وهو إحياء من كل مراحل حياتك، لنبدأ من جديد بنسختك الجديدة، بتطور أعلى، بوعي أعلى، بمشاركة مع الآخرين، مبني على الصدق وعلى النور وعلى اللطف. يا حنان يا منان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية، وأفضل الخليقة الإنسانية، وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العليا، من اندرجت النبيون تحت لواءه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت، إلى يوم تبعث من أفنيت. وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله جميعا. كل الداعمين لميزة السوبر شات والانتساب للقناة، والله ما خذلتوني، بترفع إحصائيات القناة. والله يا نورانيين عمركم ما خذلتوني أبدا. الله يمدكم جميعا بالمدد والرزق والخير والبركات من حيث ما تحتسبوا ومن حيث ما لا تحتسبوا. ومش هنسى فضل طبعا أصحاب الداعمين السوبر شات والمحفظة، لأن بيتم شفاء الكثير والدعاء لكم بظاهر الغيب، وما توفيقي إلا بالله. أولا أنت اللي موجود معي هنا أنت روحاني وبشدة. بعض منكم وهم حوالي 30% وأشعر بالطاقة دي أشخاص عندها تجدد أسحار،
ومحتاجين فعلا علاج لفك الترابط بينهم وبين مجموعة سحرة. هل انت معالج بخدمة ومعاك مجموعة واخد منهم كعهود او عندك انتماء ليهم اكتر من نفسك؟ هي الرسالة جايلك الان لان الناس الجدد هنا اللي مستغربة، زي ما عرفتك بأمة الله الفقيرة إلى ربها، زي ما الرسائل بتيجي من الروح للروح وبشعر بطاقات وانا في قلب الفيديو بفضل الله تعالى وبقول لك على العلاج، يعني مش بسيبك كده. الرسالة هنا جايلك تحذيرية لان انت جواك نور قوي جدا، انت اكتر حد نافع في المجموعة اللي مستغلينك. ايوه انت مستغل، وبفضل الله تعالى انت قائد لحالك بدون هؤلاء. طب ايه المطلوب مني يا مدام صابرين وايه اللي انا كذا؟ مطلوب منك ان انت تعلم جيدا انك مرشد لمن حولك، تعلم جيدا انك حد روحاني. المطلوب منك انك تنتمي وتمتن لرب العالمين فقط. خلي ولائك الشديد ده مش لمجموعة الاشخاص اللي معطلينك عن المسيرة. اذا كنت رجل او امرأة جايلكوا الرسالة دي لان اشعر الاتنين من الجنسين وما توفيقي الا بالله. انتم مكتفيين بحالكم، بتكتشف قدراتك اعلى من اللي هم مفكرينك فيه. هتقلب في القناة وهتلاقيني بتكلم باستفاضة من هم الروحانيين الا ما كنتش انت اصلا متابع من فترة. فالرسالة دي جايلك في الوقت الان لان انت حاصل مضاربة في عقلك وعمال تفكر وحاسس ان انت فعلا مستغل. الناس دي مأخراك جدا يا ابن الحلال او يا بنت الحلال. انفصلوا عنهم، امشوا في طريق النور مع حالكم وهتشوف ربنا هيفتح عليك قد ايه بصيرة وقد ايه النور الله والروحانيات اللي بتحدث عنها هو العمل الصالح في القبر. وهؤلاء الاشخاص نورهم من عند الله. الروحانيات بياخدوا العهد من رب العالمين ومش بتتسرق ابدا، بتزيد وما توفيقي الا بالله. وكل شدة سبحان الله بتبان قوتهم اعلى بكتير مما مضت، يعني عمرهم ما ضعفوا، بيقووا. وهنا بقول لك بقى رسالتك يا روحاني هنيئا لك. ومش هنسى علاجك يلي بعت لك الرسالة دي. هتقرأ لمدة 15 يوم كل من غافر فصلة الزخرف الدخان الجاسية الأحقاف الشورى. استرد تاني طاقتك من اللي سحبينها منك مع إخراج الصدقة يوميا، مع تنظيف طاقة المنزل بالمسمار الصلب. وانا منزلة الفيديو ده على المنتدى وهتلاقيني بشرحه في اي بث مباشر، وهتلاقيه في صندوق الوصف موجود الرابط ده، او وكمان تعليق مثبت بيبقى اسفل الفيديوهات. تمام؟ واي حاجة هتلاقيني معاك تحت امركم في قلب الكومنتات وما توفيقي الا بالله. تاني حاجة يا روحاني يلي معك اعداء كادوا ليك في الماضي واستغلوا الطيبة واخدوا ورثك واخدوا حقك واخدوا نصيب كبير جدا من حقوق مالية خاصة بمشاركات. واشعر بالطاقة دي يعني بمعنى اصح الطمع في مالك، شركة. لاني دايما انصح الروحانيين اوعى تدخل شراكة مع حد. ليه بقى؟ انت قوتك وقدرتك هائلة عن من حولك، فبيدخل في قلبهم الطمع، فانت بتفضل مستغل. وكمان بيمشي بيهم التخطط الشيطاني ان يسحروا لك وما توفيقي الا بالله. مش بس كده، بحيث ان انت ما يبقاش عندك اي باب رزق غير من هؤلاء وتفضل مسخر ليهم. انتبه، شعرت بالطاقة دي قسما برب القسم وما توفيقي الا بالله. الان الاعداء دول لاقيينك اتعلمت اشياء جديدة وابتديت تفك منهم. واول حاجة لقوك فتحت من اول وجديد، لان انت النظرة هم بيشعروا بيها وهم بيلمسوا حاجة عجيبة جدا. والقدرة دي فيك حتى لو انت مش مكتشفها وما توفيقي الا بالله. خدها رسالة على لساني لتفتحت بصيرتك. انت الاعداء عندك بيبقوا مجموعة من البشر اللي متعاونين مع الجان نفسه، يعني هم اللي بيقوموا بالاسحار.
والبعض الآخر سبحان الله بياخد منك حاجة ويلتجئ لهؤلاء علشان يسحلك. في الجهتين في تعاون ما بين طاقة البشر مع من يسحره. الوقت ده يا حبايب قلبي الناس دي بيعرفوا امتى ان انت قمت، بيلاحظوا فيك نور بيزيد في وجهك، بيلاحظوا فيك ارتياح في النفس وبيسمعوا صوتك. ليه؟ لان الناس دي كل ما شغالة عليك لاقياك مكتوم، ملكش حس، مش موجود، بتهرب او عندك نفور تلقائي مجرد ما يجددوا لك الاسحار دي. اما المجموعة الخاصة ب هقول سحارين، حلوة الكلمة دي، مشعوذين، انتوا يعني معتادين على كلمة مشعوذين، يعني هم اللي بيقوموا بالاسحار بانفسهم، يعني يدعوا الروحانيات وبيأذوا اشخاص تعبانين روحانيا عشان الاستغلال ليهم. خدها بالطريقة دي، تمام؟ طب الاشخاص دي بتعرف امتى ان انت قمت؟ بتجيلهم في الاحلام، رقم 1. 2، بتجيلهم اشعريرة في الجسد حوالي 6-7 مرات، جسمهم ينفر منهم ويلاقوا معاهم خدمة اتقلبت عليهم. يقوم بيعرج، يقوم رجله وجعاه، اكتافه، جسمه، المهم حتى خصل الشعر اذا كان رجل وامرأة، لان الجنسين مجتمعين مع بعض لأذيتك يا نوراني. هؤلاء الاشخاص شعرهم بيفضل واقف كده، مش قادرين حتى يرفعوا عضلة الايد يصرخوا. ففي الوقت ده بيقولوا بس فلان قام تاني، جواهم نبضة بتيجي في القلب منك انت، وخصوصا بتتلازم ليهم الاحلام يا محارب. اي نعم، انت محارب وانت نوراني وانتم ارواح ملوك ارضيين، وما توفيقي الا بالله. لدرجة اول ما بدأوا العزم والعزيمة لتجديد الاسحار، الناس دي نطقوا بان ده فلان او فلانة بقوا سبحان الله عندهم مناعة من تجدد الاسحار. لسانهم نطق كده وبقوا مندهشين، ده فلان او فلانة بقى الموضوع عندهم زي القطط ب7 أرواح، كل ما نهبطهم في الارض بيقوموا اقوى. هم دول جنس اللي خلفوهم ايه؟ بنفس النطق ده اتقال، جنس اللي خلفوهم ايه؟ هم ما بيتهدوش، هم دول شياطين حمر موجودين، واحنا بقدرتنا وقوتنا دي مش قادرين عليهم. قسما برب القسم وانا بقول لك الرسالة دي، الحلق عندي كأن بيحصل فيه جفاف شديد، كأن سبحان الله صوف وبتشد منه حاجة سخنة عشان النطق والكلمات دي ما تطلعش، لأن حاطين عليكم رصد عالي جدا. وتعلموا جيدا يا روحانيين ويا معالجين لمن حولكم ان قوة السحر بكثرة الفلوس، لأن بيزودوا عليكم الخدمة الشغل عليكم 24 ساعة. يعني في ناس تقول لك أنا من الظهر للعصر بتختلف طاقتي، من العصر للمغرب بتختلف طاقتي، كأن في كل أذان بيتم التجديد. انت فعلا بيشتغل لك عقرب الساعة وبيبقوا مصلبين عليك في قلب الكنائس، بيتخذوا بيوت الله هزوا. هؤلاء. وطبعا لما بكلم هنا المسلمين الحمد لله على نعمة الإسلام، هم بيؤمنوا بجميع الأنبياء والرسل، يعني أي حد موجود هنا مش من دين الإسلام بيستغرب للكلمة دي. احنا بنحب جدا سيدنا عيسى عليه السلام والسيدة مريم العذراء أمه، وعندنا هنا في كتاب الله من الصور ومن يعني سبحان الله. أكيد أنت قارئ وتعلم جيدا، ومش عايزة أخوض الناحية دي لأن في ناس فتحت عينيها كده، هل مش من نفس ثقافة مثلا مصريين زينا؟ لأن هنا بيتواجدوا كلهم رابطة واحدة وإيد واحدة، ونقول دايما إن المسلم من سلم الناس من لسانه وأفعاله وأقواله. ودايما تلاقي الأزهر عندنا في مصر ما شاء الله
بيقدم الدين بأخلاقه. تلاقي أي مناسبة أو أي أعياد عندنا كله بياكل من طبق واحد وواقفين مع بعض، ومن هنا بيتم التجانس والتقرب من هؤلاء لهؤلاء، وبيبقى الدين مفتوح للجميع. خلي بالك، ومن أكتر الأخطاء اللي بيقعوا فيها اللي بيسلكوا طريق الفقه والشريعة والعلم اللي بيتاخدوا نفور. يعني تلاقي بعض الأشخاص تقول لك أنا فلان ده شوف عالم قد إيه بس أنا مش بعرف أفهم منه. ليه؟ لأن الناس دي غصب عنها من كتر ما دخلوا في علوم الدين قوي جدا ونوره قوي جدا، مع إن سلكوه ودخلوا في البوابات دي والطرق دي وربنا فتح عليهم فتوح العارفين. الناس دي بتبقى داخلة في معية الله قوي، وبيبقى معاهم اللي بيشبهوهم. فبيبقى انت يلي موجود لسه بتتعلم او لسه بادئ او وما روحتش لحد من الازهريين نفسهم، تلاقي نفسك ان انت مستغرب. ليه؟ لان نظرة من يدعون الدين او سلكوا طريق الدين بدون علم ازهري عندهم كده علو في الكلام، فانت بتلاقي نفسك نفرت. واحنا عندنا على فكرة في سبحان الله إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني سبحان الله. وهتلاقيها في سورة لقمان آية 18. فيا بخت اللي ربنا رفع من علمه ودرجاته وهو فضل مع عباد الله بالراحة. دول هتلاقوهم قلة موجودين في الأزهر، إنما بعض المتشددين دول على فكرة مش هتلاقوهم خارجين أزهر نهائي، لأن الدين عندنا سماحة وقول ومعاملة. فتلاقي دايما الناس هنا مختلفين، يعني يقولك حتى رمضان في مصر حاجة تانية يمكن كمان غنوها. فاهمني ليه؟ لأن فعلا مفيش فرق ما بين ده وده، ويعني نعلم جيدا ان ربنا هو اللي هيحاسب العباد وليس البشر. اما في ناس بتطلع كده تشوه صورة الدين والاسم ان هم من اهل الدين، لا طبعا لا طبعا لا طبعا. فاحنا موجودين أمة الله الفقيرة الى ربها، اعتبرها ام ليك، اعتبريها ام ليكي. بنتكلم في التقرب لله بدون تزمت بدون شدة، وكمان بيتم العلاج وما توفيقي الا بالله، لان نشعر بطاقات قوية جدا. فهؤلاء قالوا عليكم كل ده، فانت المطلوب منك الان التحصين، لان هم قالوها كده او قالوها قدامك ووقت انفعال قالوها لك. انت مش بتتهد، انت مش بتتهد. فربنا يهدهم هم ويهد اللي خلفوهم ويحميكم بحق وقوة لا اله الا الله، لان انتوا دخلتوا في خذلان كتير جدا. ردت معي، لان انت بيتفتح ليك ابواب رزق قوية جدا وتيسير من رب العالمين، وتشعر بوجود النورانيات. انت حاسس بانشراح في الصدر، حاسس بعينك بتفتح، حاسس انك عمال تسعى لشفائك. اولا هم منكم الاشخاص دي من محيط العائلة، يعني بيشوفوكم باستمرار، يعني شايفين جمالكم عمال يزيد، يعني شايفينكم عمالين يتم التشافي والتعافي، يعني شايفين الارزاق ما شاء الله معكم ابتدت تاني تلف، لان زي ما قلت لك سحبوا من تحت رجلك بساط وبساط وبساط. يعني انا اشعر بناس دخلوا اسر كاملة في سبحان الله فقر شديد، انما بعد كل عسر يسر وما توفيقي الا بالله. دايما ردد اللهم افتح لنا كنوزك وسخر لنا عبادك وابسط لنا رحمتك ويسر لنا أسبابك واعطنا خير ثوابك وكن لنا قريبا ولدعواتنا مجيبا وارض عنا رضا لا نحزن بعده أبدا. وعشان تصدق الرسالة دي ليك، في ناس هنا من نوعين: ناس مكبتة قلبها نار، لأن كل ما بتيجي تنسى ودخلت ما شاء الله في موضوع مشاريع وكده الظلم اللي ظلمته مش قادرة تنساه، وخصوصا ان اخدوا حقوق خاصة بيكوا انتوا. وبعض الاشخاص فعلا تناسى الناس دي وبقى دخل في اعمال ومشاريع تاني وتعلم اشياء جديدة وسلك طريق حلو جدا حلو جدا، وهو بيبني للقادم ليه. الناس دي هنيئا لكم. بس انت لقيت نفسك الفيديو اتفتح لك فجأة، حبيت تسمع تطفل سبحان الله وحبيت جدا القناة واحنا بنحبك جدا. ردد بنزل تحصين
دعاء الاحتجاب لسيدنا علي باستمرار، وتحسين الخضر عليه السلام، وإن تردد تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم اشغلهم بأنفسهم واجعل كيدهم في نحورهم، وابعد عني شر من يراقب حياتي ويتمنى زوال النعم وزوال نعمتي. ردت كده لأن هم فعلا في عيون بتراقبك. اللهم إني أعوذ بك من أعين حاسدة، اللهم إني أعوذ بك من أعين حاسدة ونفس حاقدة وقلوب لا تعرف للرضا طريق. الله يبعدهم عنكم وعنا بحق وقوة لا إله إلا الله. اللهم أنت ربي وأنت حسبي ووكيلي، اكفني شر ما لا أطيق واحمني من نظرات السوء. تحصنت بذي العزة والجبروت. ربي أنت حسبي ووكيلي، اكفني شر ما لا أطيق. ردت كتير. وهنيئا لمن وقع أمامه الفيديو ده. هتقرأ بفضل وقوة لا إله إلا الله مع إخراج الصدقات، ده رقم 1 في العلاج. 2 حي على الصلاة، حي على الفلاح، بدون صلاة مفيش فلاح. وده الصدقة 2 ركعتين في جوف الليل، يا رب أنا واقف على بابك افتحولي، وبتنزل تاني يوم تراضي عباد الله بفضل الله تعالى. وهتقرأ بقى سورة نون وصاد والصفات وياسين وطه والمدثر والمزمل وما توفيقي إلا بالله. وما تنسانيش من الدعاء، أقل حاجة بتقرأها قلت بفضل الله تعالى 3 أيام متتاليين مع إخراج الصدقة، روحك حبت تكمل كمل. ولا تنساني من الدعاء، والدعاء لأبي رحمه الله والكل غالي فقد. الدعوة للمتوفي بتاخد لحظات بس بينتظرها من الأحبة. يا مخلصين اخلصوا لمن فقدتموهم، يأوفوا بالعهود. جايلك رسائل كتيرة جدا من أشخاص أنت فقدتهم في الحياة. أنت بفضل الله تعالى في طريق جميل جدا من التشافي، طريق يسلكه نور 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 نور. ما شاء الله، يا بخت اللي يطلع من الدنيا دي فايز، وأنت ما شاء الله في الفواز، وأنت عمال حاسس بخشوع إخراج الصدقة. أكثروا من خروج الصدقات الفترة دي وفي كل الأيام، بس الفترة دي أكتر لأن بيتم شفائك واكتشاف نفسك بفضل الله تعالى، ونصر على هؤلاء. هنيئا لك وإنت جالس على العرش. نصيحة مني، اقعد يوميا كده امتن لله، انظر للسماء واشكر ربنا وقول امتن لله، شكرا يا رب، واحمد ربنا على كل النعم واللي انا بشعر بيهم دول. افضل اشكر ربنا واشكر نفسك انها استحملت ده كله، لانها استحملت كتير قوي على فكرة. انا بشعر بالطاقة دي ومش هقدر اطول اكتر من كده. شكرا لكل الداعمين ميزة السوبر شات والانتساب والمحفظة. الله يعطيكم جميعا حتى راضيكم بحق وقوة لا اله الا الله وحده لا شريك له، ويفيض عليكم من فائض خيره وينصركم ويثبت الارض تحت اقدامكم. حصنتكم جميعا بحسن الله، وهتلاقوا دايما تحصين برد عليكم بالكومنت بيه عشان ترددوه باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استودعكم بالله الذي لا يضيع عنده الودائع، لاني مش هقدر اطول اكتر من كده لرفع الفيديوهات.